هذه اولا اعيد واكرر، انا ما ادري ليش عزيز عاشور نصب نفسه كرئيس نادي الكويت. ما ادري من وين جاب المعلومه ومن قال ان نادي الكويت يدخل 2,000,000 دينار بالاستثمار. نادي الكويت الامور كلها موجوده بالهيئه والمستندات. دخل نادي الكويت 970,000 دينار من الاستثمار. شلون سواه 2,000,000 لا اعلم. الامر اخر، يقول اللعب النظيف. ما هو اللعب النظيف؟ انا سؤالي لا مباشر واتمنى انه يجاوب. دعم اللاعب الاجنبي من قبل الهيئه العامه للرياضه والشباب 20,000 دينار. معناته ان احنا اللعب النظيف الكل يدفع لمحترفين 20,000 دينار، ولا حد يدفع اكثر من 20,000 دينار. هذا اللعب النظيف اللي يتكلم عنه. شنو الرساله اللي يبغى يوصلها؟ شنو الرساله اللي يوصلها لعامه الناس؟ شنو اللعب النظيف؟ يقول ان ما في اي رئيس نادي يدفع من مخباته. هذا الكلام عار عن الصحه. اذا هو ما كان يدفع من مخباته لا احنا ندفع وغيرنا من الانديه الكل يدفع. عندنا كرة قدم ويد وسلة وطائرة وغيرها من الألعاب. إذا كان هو اهتمامه بلعبة واحدة وبالفريق الأول هذا شيء راجع له، لكن لا يعمم ولا يتكلم بالإنابة عنه. أنا مو من حقي أقول هو يدفع ولا ما يدفع. هذا تقييم الجماهير والرياضيين والمسؤولين، هم من يحددوا من يدعم النادي من ماله الحر ومن يتقنى بأن يدعم النادي. لا، بالأخير احنا ندفع من مالنا الحر لحبنا ودعمنا للرياضيين، لهذا النادي العريق، لهذا الكيان العريق، وهذا واجبنا. واي مسؤول رياضي اليوم بالكويت يجب عليه ان يدفع من ماله الحر. ولا يستطيع اي نادي او اي مسؤول رياضي ان يعتمد على مال الدوله او دعم الدوله اللي يعني ما يسمن ولا يغني من جوع، والكل يعرف هذا الامر. محترفينك يعادلون 3 مليون او غيره، شنو اي دعم هذا اللي يتكلم عنه؟ اي استثمار يتكلم عنه؟ لا، الدعم موجود، مو من قبل خالد غانم، من قبل الكثير من الانديه، مو رجالات النادي، من رؤساء الانديه الاخرين، مو بس نادي الكويت اللي قاعد يدعم. ايضا هناك رجالات بانديه اخرى قاعد تدعم وتدفع من المال الحر. واعيد واكرر، اللعب النظيف اول مره اسمع شنو اللعب النظيف، وشنو علاقته بالدوري الكويتي، وشنو علاقته بالايرادات اللي قاعد تدش، وشنو علاقته بالدعوم اللي قاعد نحصلها من رجالات النادي. هذا امر الصراحه مستغرب، وانا مستغرب انه يطلع من عزيز عاشور. تعليقك على مصطلح اللعب النظيف؟ ما ادري، انا قاعد اقول لك، انا ايش قاعد اشرح لك؟ اقول لك ماكو شيء اسمه شو اللعب النظيف. انا اقول لك اذا بنطبق اللعب النظيف معناته ماكو نادي بالكويت يستطيع ان يصرف اكثر من 20,000 دينار للاعب المحترف بحكم انها محدده من قبل الدوله. اي دينار فوق ال 20,000 دينار. باللعب النظيف تقدر تشارك مشاركات دوليه وخليجيه واقليميه واسيويه. لو انت تعتمد لا ما لعب. انا اعيد. لا انا اعيد انا اتكلم مباشره. اليوم الرياضه في الكويت ما راح تمشي بالدعم الحكومي. الرياضه بالكويت باي نادي، الكويت، العربي، القادسيه، كاظمه، اي انديه، خيطان، الساحل، اليوم محتاجه الى دعم من المال الحر. هذا ما اعتقد يختلف عليه اثنين. هناك من يريد ان يدعم وهناك من لا يريد ان يدعم، وبالتالي انعكاساتها على النتائج اللي تحقق. فضل رب العالمين الانجازات اللي قاعد تحقق بنادي الكويت، الدوري وكاس القدم، دوري وكاس اليد، دوري وكاس السله، دوري وكاس الصالات، دوري وكاس الطائره، والبطولات الخارجيه اللي قاعد نحققها. هذه فضل رب العالمين، هذه لا تاتي من فراغ. هذه تاتي اولا بتوفيق من رب العالمين، فضل رب العالمين، ثانيا بدعم مادي وامكانيات اداريه وفنيه نفتخر فيها متواجده بنادي الكويت. من ماليا تخسرون اكثر ما تربحون رغم دفعكم المحترفين المدربين. بالتاكيد هذا ينطبق على جميع الانديه، مو بس نادي الكويت. ماكو نادي بالكويت يطلع فلوس، ماكو نادي بالعالم يطلع فلوس. بالتاكيد ان هذا الامر ينطبق على جميع الانديه. كلمه حق صاحب محمد اللي صار اليوم. لا نبارك. اعيد واكرر واقول لك انا اليوم سعيد بتواجدي اليوم، وانا ما زلت اقول ان انا حظيظ اليوم اني اقطف ثمار من عمله بالسابق، اقطف ثمار عمل الرئيس مرزوق الغانم مع الرئيس عبد العزيز المرزوق. رجالات كانت متواجده بالنادي عملوا باخلاص، اخوي فهد الغانم، المسؤولين الاداريين، عادل عقله، اللاعبين، الاجهزه الفنيه الاداريه اللي مرت علينا في هذا الزمن. فانا اقول لهم كل الشكر والتقدير. انا سعيد اليوم اني متواجد اليوم، والزعامة موجودة بكيفان، ولكن أعيد وأكرر أقول الوصول إلى القمة سهل، ولكن الاستمرار هو الأصعب. يجب علينا الآن ننسى الأفراح ونعد العدة للموسم المقبل، لأنه راح يكون موسم صعب. وأعيد وأكرر يجب علينا المحافظة. نحن بالقمة والناس ورانا، والآن الكل يريد القمة، فيجب أن نعتد بالأسلحة الصحيحة، ويجب علينا أن نعمل بطريقة إيجابية،
وننسى فرحتنا اليوم. واعتقد الموسم المقبل راح يصير اصعب من هذا الموسم، لان العديد من الفرق اعتقد بدات ترتب اوراقها وبدات تعلن عن ضم لاعبين على مستوى عالي، فاحنا لازم نتواكب مع هذا المستوى، ويجب ان نطور فريقنا بحيث ان يكون بالمستوى الافضل ان شاء الله الموسم. نشاهد ابو محمد نشاهد ان بطوله منتخب جنوب اسيا ممكن في اخر يونيو الى بدايه يوليو، لا هذا الشيء يمكن يعيق نادي الكويت، كون معسكركم ممكن في منتصف يوليو وزائد كاس سلمان بن عبد العزيز. انا دائما اقول المنتخب هو الاولويه، مع كل احترامي وتقديري للنادي، المنتخب هو الاولويه، سنعطي الاولويه للمنتخب، واذا كان بالامكان التنسيق مع الاتحاد بخصوص مشاركاتنا الخارجيه كنادي كل الشكر والتقدير لهم. الاتحاد مو مقصر، الاتحاد رايته بيضه، كل الشكر والتقدير. يعني هذا انتهز الفرصه ما دام يبطل الاتحاد لرئيس الاتحاد الاخ عبد الله شاهين ونواب الكرام الاخ هايف واحمد عقله واعضاء مجلس الاداره بدون استثناء على المجهود الجبار اللي قاموا فيه، تحملونا كانديه، اعتقد كان مستوى متميز، حكام اجانب على مستوى عالي، صراحه دوري هو الامتع بالنسبه لنا، منافسات في لاخر الجولات، فتحسب للاتحاد ويجب ان يكون لدينا الشجاعه ان نقول لهم مشكورين وما قصرتوا ورايتكم بيضه وكان لكم دور ايجابي في هذا الدوري، وارتفاع مستوى هذا الدوري بالتالي راح ينعكس على مستوى المنتخب، فان شاء الله راح نشوف منتخب بشكل افضل. اخيرا محمد، هل سيكون هذا الموسم في هناك ميثاق الشرف ما زال مستمر ام كل نادي سيبحث عن مصالحه بدون النظر لهذا الميثاق؟ انا دائما اقول وصرحت بالسابق، من يحترم الميثاق سنحترمه، ومن لا يحترم الميثاق لن نحترمه. انا واضح وصريح. تحديدا نادي القادسيه احنا اعتقد احترمنا الميثاق، تم ارسال كتاب الى مرهون بشكل رسمي، تم مخاطبه طلال فاضل بشكل رسمي، امين السر اعلن بان ليس هناك ميثاق، اعيد واكرر هذا حق مشروع ولا يزعلني ترى، بالتالي انا قلت لك هذا هو عالم الاحتراف، كان الميثاق بشكل ودي وبرضا الطرفين، لكن ان كان هناك طرف لا يريد الاستمرار بالميثاق انا اقول هذا حق مشروع والله ما يزعلني، ولكن بالاخير يعني مثل ما يقولون انفرجت الامور، وبالتالي من حق اي نادي يدخل على النادي الاخر. خاطبوا عليكم؟ نعم بكتاب رسمي ارسل الى مرهون وخاطبه طلال فاضل. علي ان يحافظ على لاعبين؟ لا ما علي انا لو ترغب في اللاعبين. لا هي ما هي تهديد، انا اعيد واكرر واقول لك هو عالم كرة القدم، الاحتراف جزء من عالم كرة القدم والمنظومة الصحيحة هي الاحتراف، ولكن انا قاعد اقول لك احنا عندنا مثل ما يقولون بدعة بالكويت، وكان هناك بعض الاتفاقيات مع الأندية واحنا احترمناها. اليوم بعض الأندية ترى بأن هذه البدعة يجب أن تنتهي ويجب أن يحترم عالم الاحتراف، وبالتالي هذا حق مشروع، لكن لا أحد يحاسبنا على أي تصرف ولا أي تعاقد أو أي تفاوض، لأن هذا أصبح حق مشروع لأي نادي. محمد اخر سؤال، السفره لموريتانيا غدا شنو اجراءات، شنو الامور الاستعدادات اللوجستيه؟ اعتقد يعني انا كل ثقه بالجهاز الاداري والفني، واعتقد يعني بالفتره الاخيره اخر بفضل رب العالمين لما تم حسم الدوري قبل جولتين، اعتقد ان حولنا الانظار لهذه المباراه، واعتقد العمل كله على هذه المباراه، يعني كاس سلمان بالنسبه لنا هدف اساسي ان نتاهل ونشارك فيه، تدري الفرق على مستويات عاليه، وبالتالي لها انعكاسات ايضا على الجانب الفني على فريق نادي الكويت، وهذا هو طموحنا، يعني طموحنا لن يستمر فقط كمسابقات محليه، هدفنا الوصول لبطولات خارجيه للمشاركه لتشريف اسم نادي الكويت او دوله الكويت، وان شاء الله قادرين ان نقدم مستوى يليق باسم نادي الكويت كالعاده مثل ما سوينا في اللعبات الاخرى وحصلنا على بطولات اسيويه وخليجيه وعربيه. ان شاء الله.